مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اول حاجه كنبغي نبدا بها حلقه اليوم، هي بغيت نبارك لكم العواشر ديال عيد الاضحى. كنتمنى تكونوا عيطوا في اجواء مزيانه وكنتمنى لكم الخير والسعاده. كنشكر جميع المتابعين ديالي كنبغي نبارك لهم هاد العواشر هادي. باش ما نطولش عليكم نبداو في حلقه اليوم. حلقه اليوم هي واحد الحلقه اللي اختاريت لها العنوان ديال دير الخير ونساه يجيك نهار وتلقاه. حلقة مليئة بالعبار وبالمواقف اللي غادي تشاهدوها معنا اليوم. غادي تبدل لكم النظرة ديالكم بزاف في الحياة. بلا ما نطول عليكم دخلوا ديريكت في القصة ديال اليوم. واحد النهار القصة ديالنا كتبدا مع عادل سائق سيارة ديال الأجرة كيسوق طاكسي صغير. واحد النهار عادي بحال جميع الايام، عادي هز الطاكسي ديالو خارج كيخدم على راسو وعلى وليداتو، حتى غادي يوقفوا واحد السيد وغادي يركب معاه. السيد كان لابس لباس عربي باين فيه ماشي مغربي، باين فيه من الدول ديال الخليج، وكان هاز واحد الصاك في يدو. ركب معاه وبقاو غاديين في الطريق، هضروا شويه في الطريق، تعرفوا على بعضياتهم. من بعد غادي يوصلوا لواحد اوتيل اللي معروف في كازا. من بعد غادي يحطوه غادي يمشي. وهذيك كي كنقولوا حنايا الركبه اللي ركب معاه غادي تبدل العادي لحياته. خليكم معنا باش تفهموا لي ديتاي مزيان. عادل واحد الانسان اللي عنده 37 سنه، هو متزوج ورب اسره واب لجوج ديال الوليدات، لبنى وامير، وليدات صغيورين اللي كيقراو. كان غير كاري وانسان ما فحالوش. كان كاري في واحد الدار كيخلص الكرا والحياه ديالو زعما انسان اللي بغي نقولوا بسيط ولا نقولوا فقير كاع. كان خدام غير بنهارو، كنعرفوا الطاكسي ما فيهش شي مداخيل كبيره، كل نهار رزقو كيخدم على قبل الروسيطه ديال مول الطاكسي وداكشي اللي شاط ليه كيديه لوليداتو وكياكلو هو وليداتو. واحد النهار قال لي كنت خارج مع الست ديال العشيه، كنت في السونتر فيل في كازا. قال لي كيشير لي واحد الشخص عادي، كان لابس فوقيه بيضاء وهاز في يدو واحد الكارطابل صغيره. قال لي مني وقفت ليه هزيتو، قال لي بديت كنهضر انا وياه. من بعد غادي نعرف بانه هو راه سعودي وجا للمغرب في زياره. من بعد بقينا كنهضروا انا وياه، ما صراحه ما هضروش بزاف، هضروا شويه. قال لي كنوصلوا للوتيل، واحد لوتيل كاين في المعارف، غادي نوصلوا تما. قال لي غادي نوصلوا حدا لي توين سانتر. نزلت تما، دخل لوتيل، قال لي انا معاك كندير دومي تور كنرجع. كتشير لي واحد المراه معاك، كتشير ليا كتركب اللور، كتقول لي واش هاد الصاك ديالك. انا مع درت شفت الصاك اوتوماتيكمون تفكرت السيد اللي كان راكب معايا. قلت هاد الصاك ديال السيد اللي كان راكب معايا. صافي خديت من عندها الصاك، حطيته حدايا، وصلت السيده حتى البلاصه فين كانت غادا. مني وصلتها نزلات هي. حنا المغاربه حنا المغاربه كاع فينا داك الفضول، كنبغيو نعرفوا الحوايج. بطبيعه الحال حداه صاك، من باب الفضول بغى يعرف شنو كاين في داك الصاك. قال لي مع كنحل الصاك كنتصدم، كيلقى فيه واحد المبلغ خيالي، لقى فيه 30 مليون سنتيم. قال لي هنايا اي واحد غادي يكون في لاسي غادي يطمع وغادي يبغي يدي داك الصاك، غادي يقول هذا رزق ساقوا لي الله، ولكن هذاك الرزق حرام. هنايا ما فكرش بزاف صاحبنا عادل، اوتوماتيكمون نعل الشيطان ورجع ديريكتومون للوتيل فين حط السيد اللي هز معاه في الاول. مشى دخل لوتيل، مشى لاكوي، سولهم على واحد السيد اللي حطوه مع الوقت الفلاني.
بغى يشوف الجيرون ديال لوطيل، جا عندو الجيرون ديال لوطيل، هو يشرح ليه شنو كاين وقال ليه الله يخليك الا ما دير فيا هاد الحسنه، بغيت نعرف هذاك السيد اللي حطيت فين ساكن. بحكم ان لوطيل كيجيو ليه الناس بزاف، السياح بزاف من العالم كامل، وما كانش غير هو تقريبا اللي سعودي في هذاك النهار، كانوا بزاف ديال السواعده باركين في هذاك لوطيل. بحكم ان الناس ديال السعوديه كيكونوا عندهم شويه الفلوس كيمشيو لهادوك لوطيلات الغالي. عطاه الوقت معاش وصلو، مشاو للكاميرا، رجعوا للكاميرا وهو ويجبد ويقول له واش هاد الشخص هذا، قال لي اي هاد الشخص راه بارك عندنا في لوطيل، ويعطيه رقم الغرفه ديالو. مشاو كيقلبوا عليه لقاو خارج. المهم قال لي يا عادل صافي ريحت في لاكوي، بقيت كنتسناه، كاينه واحد القهوه في لوطيل، قال لي بركت في القهوه تما في لوطيل وبقيت كنتسناه. دازت ساعتين ونص، قال لي هو تم راجع. مع دخل هو يشوفني، قال لي شافني وشاف الكارطابل في يدي، قال لي سيد تصدم. مع جا هو يبارك معاه، رحب بيه وكذا، وقال ليه شرب شي حاجه، قال لي لا شربش، قال لي لا والله تشرب برك معاه. قال لي انا صراحه قطعت الياس من هذيك الشكاره ودوك الفلوس اللي فيها. قال لي ولكن انت بينتي لي العكس، بينتي لي بان باقيين ولاد الناس وباقي الخير في البلاد. قال لي جبد واحد المبلغ بغى يعطي ليا، قال لي انا حلفت ما ناخذش من عنده. بقى كيحلف عليه والو ما بغاش. في الاخر صحه غادي يعطيه مبلغ ديال 10000 درهم. قال لي رجعت للدار وما كيداني فرحه بهذيك 10000 درهم. بطبيعه الحال خدم عنده العنوان ديالو ورقم الهاتف باش يتواصلوا مره اخرى. قال لي رجعت ما قاداني فرحه، انا كنت خارج باش نصور 300 درهم وليت راجع للدار ب 10000 درهم وحلالا طيبه، يعني كانت عندي دوك الفلوس وما بغيتش نديها حرام، وربي جاب لي 10000 درهم حلال. قال لي ما قداتني فرحه، مشيت تقديت لموالين الدار التيسير والماكله وتقديت للوليدات الحوايج. قال لي عمرت القفه داك النهار دخلت للدار فرحان. اللي تلاقيت مع مولا الدار عاودت ليها شنو طرا ليا في هاد النهار هذا كامل، وعجبها الحال. وبقينا صراحه كندعيو مع داك السعودي. اذا بيا الغد ليه مع 9 ديال الصباح كتجيني ابيل في التليفون ديالي، كنجاوب كنلقى هذاك السعودي اللي عطاني البارح. قال لي بغيت نشوفك اليوم. قلت ليه انا راه فين كاين. قال لي مهم نجي عندك، وراه بغيت ناكل معاك شي حاجه وفي دارك، زعما نجي عندك للدار ديالك. قال لي عادل صافي، عطيت واحد الامانه لمولا الدار، قلت لها انت باش تكادي الماكله اللي غادي تصايبي لينا من ناكلوها. ومشيت انايا عند السيد اللوطيل، مشيت هزيتو من اللوطيل وضربنا دوره انا وياه في كازا، ورجعتو يتغدى معايا للدار. صافي دخلنا للدار، تغدينا، عرفتو على الوليدات على موالين الدار، تغدى معايا في الدار وسولني واش شنو زعما الدار ديالي ولا غير كاري. قلت له انا راه غير كاري واشنو كاين، وشاف الحاله زعما بيدو، شافنا زعما ناس بساط وخرج من عندي ما قال لي والو. صافي وصلتو للوطيل، الله يعاون. كدوز 3 ايام كيعاود يعيط ليا، كيجي عندي كيقول لي يلاه معايا بغينا نشوفو الديور. مشينا انا وياه، قال لي بغيت نشوف الديور اللي كيتباعوا زعما شقق للبيع. قلت ليه زعما فين؟ قال لي بغيت في احسن موقع في كازا. مشيت انا وقلت ليه راه احسن موقع في كازا راه قضيه كتكون زعما شويه غاليه، وحنا عندنا في كازا المتر كاري كيتباع زعما المتر كاري، وراه هنا شحال داير المتر كاري، وهنا شحال داير المتر كاري، وهنا شحال داير المتر كاري. قال لي بغيت في احسن بلاصه في احسن موقع في كازا. قال لي وما يهمكش زعما الفلوس، قال لي انا بغيت نسكن في بلاصه مزيانه. صافي مشيت معاه، ديتو ل 2 مارس، شاف 2 مارس. قال لي عزل معايا، عزلت معاه واحد الدار، ديك الدار كدير 130 مليون، زعما دار شقه فاخره وشقه فخمه وكبيره. مني مشينا بغينا نديرو الاجراءات باش يشري الدار، فاذا بيا كنتفاجأ الدار بغى يكتبها ليا في سميتي. انا هنا تصدمت، قلت ليه كيفاش زعما؟ قال لي شوف عادي، هذا رزق ديالك ورزق ديال الوليدات، حنا كنخدمو كنخرجوا العشور. قال لي هاد العشور ديالي بغيت نخرجهم فيك انت، قلتي لي شخص انك كتستاهل وهذا زعما حق زعما ربي كيتسالوا ليا، خصني نخرجو، خصني نعشر على الاموال ديالي، وهاد العشور زعما على البروجيات اللي عندي بغيت نخرجو في شخص واحد، نشري ليه ابارطمون
وهذا الشخص ما غاديش يلقى احسن منك. انت رجل امين ورجل ثقه، و اون بليس انت درتي فيا الخير قبل ما نديرو فيك. قال لي انا راه ما كتهمنيش هذيك 30 مليون اللي رجعتي ليا، ولكن عجبني لو جيست اللي تعاملتي به، وانت ربي راه عوضك. قال لي ما قداتني فرحه، خدا لي الدار، قال لي عاوتاني فاش تكاتبت وداكشي، قال لي هاد الطاكسي اللي انت خدام عليه، قال لي تقريبا شحال داير الطاكسي؟ قلت له الطاكسي راه الكريمه راه كتباع حتى ل 40 مليون 50 مليون. قال لي شوف انا بغيت نشري لك الطاكسي ديالك يبقى في سميتك، و انت ماشي سوقك، انت شوف لي غير طاكسي، وهذاك اللي قلت لك راه رزق وجابوا لك الله حتى لبين يديك. انا شفت ليه مع مول الطاكسي نيت اللي خدام عنده، خلانا الطاكسي ب 30 مليون، باع لينا الكريمه ب 30 مليون، والطوموبيل خديناها ب 10، هي 40 مليون. خدا لي الكريمه، وهاد السيد مشى للسعوديه، وبقيت كنتواصل انا وياه لمده ديال عامين، من بعد تقطعات عليه الاخبار، ما بقاش عليه حتى شي خبر. وهذه كانت القصه ديال عادل. القصه ديال اليوم كما شفتوا فيها واحد العبره كبيره، والمعنى الحقيقي ديال الخير ونساه يجيك نهار وغادي تلقاه. الا وصلتوا معايا حتى لهنا متابعينا الكرام، ما كره زعما تكتبوا لي في التعاليق الا كنتو في بلاصه ديال عادل شنو كنتو غادي ديروا فاش لقيتوا هذوك الفلوس. وما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه الا باقي ما اشتركتوش في القناه. نشوفكم في حلقه جديده، الى اللقاء.